أعلن الكثير من المشاهير المغاربة خلال الآونة الأخيرة طلاقهم لأسباب تنوعت واختلفت وفق ما شارك العديد منهم مع جمهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي. ومن بين أشهر قصص الطلاق التي أثارت جدلا واسعا مؤخرا نجد الفنانة المعتزلة بسمة بوستيل وتامر حسني، الذي جاء انفصالهما بعد زواج دام ل 12 سنة، حيث أعلنت الفنانة المغربية طلاقها قائلة إنها تتمنى له الخير وأن المودة والاحترام بينهما سيستمران. وكتبت بسمة بوسيل عبر خاصية ستوري على صفحتها على انستغرام: وجعلنا بينكم مودة ورحمة، ده كلام ربنا في الزواج والطلاق. قرر الفنان حاتم عمور الانفصال عن زوجته ومديرة أعماله هند التازي بطريقة ودية بعد أزيد من 14 سنة من الزواج، حيث قرر نهج مسطرة الطلاق الاتفاقي. واتضح من خلال الأخبار التي تروج حول علاقة عمور وزوجته أن الفنان المغربي غادر بيت الزوجية إلى منزل آخر غير بعيد عن الفيلا التي يقطن فيها أطفاله ضواحي البيضاء من أجل البقاء قريبا من عائلته. نهاية علاقة حكيمي والممثلة التونسية. أعلنت الممثلة التونسية هبة عبوك بشكل رسمي طلاقها من الدولي المغربي أشرف حكيمي بعد الخلافات التي نشبت بينها خلال الفترة الأخيرة. وقالت هبة عبوك إن قرار الطلاق جاء قبل مدة طويلة من اتهامه من طرف فتاة فرنسية بمحاولة اغتصابها، إذ إنه نتج عن هذا القرار التوقف عن العيش معا. وأصبحت الحياة الخاصة للمشاهير المغاربة والأجانب تأخذ حيزا مهما من اهتمامات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما وأنهم يحرصون على مشاركة تفاصيلها على الانستغرام والفيسبوك.